مرحبا بكم. اليوم طبختنا محروقة الصباح. خبز أو صمون قطع بهذا الحجم للتشريب ويا لحم، نضيفه بهذه الطريقة. صارت تقريبا صمونتين ونص، ونقلب لحد ما الخبز أو الصمون يمتص كل المونة للتشريب. بيها بوتيتا، نحاول نجعص البوتيتات. نقدر نشغل الطباخ، نضيف شوية سوب. ضفنا شوية من السوب ونخلط يعني يصير القوام المناسب. نفتح الجدار مرة ثانية، نضيف أيضا شوية سوب ونغلق. شغلت 5 دقائق ونشغله مرة ثانية. بعد 5 دقائق يسمعون الصوت، امتصت كل المي، صارت هاي الوضعية. هذه الوضعية اللي يكون ممتازة فيها. نخلط مع التحريك مستمر. بعد هاي أسرع أكلة في وقت البرودة. خلينا نطبقها دقيقة. هاي أفضل أكلة في وقت البرودة، بدل ما تسوي لك صينية وهوسة، هي بنفس الجدر. هسه نجي نشيلها، نحاول ننقلها هنا بهذا الصحن. كمية كبيرة ما راح أقدر، نحاول نشيل شوي شوية. القوام، تشوفون القوام شلون؟ هذا القوام اللي أريده. نكمل ونشوف النتيجة. هذه هي وصفة عشاء اليوم، أرجو أن يكون عجبكم. وإذا كان عندكم أي تشريب لحم أو دجاج يصير بها، وإذا كلش ماكو ماي، جدر بها ماي وماجي شوية تحريك، تخلي عليها خبز مقطع، أيضا يصير لذيذة. ونقول لكم بألف عافية. جايين تاكلوه ويا طماطة خيار أي شي، بس أنا أحب أكل هيجي. وألف عافية.